السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة بسيطة تخليك تستخدم موبايلك كمايك احترافي للكمبيوتر، سواء بتسجل فيديوهات، بتعمل بودكاست، أو حتى بتكلم حد أونلاين. الطريقة دي مجانية 100% وبتشتغل على أي موبايل سواء كان أندرويد أو آيفون. كل اللي هنحتاجه تطبيق اسمه وو مايك، وهنتوصل بالموبايل عن طريق اليو اس بي او الواي فاي او البلوتوث. كمان هنظبط اعدادات الصوت على الكمبيوتر عشان نمنع اي تقطيع او لاج. تابع معاه خطوة بخطوة، وفي اخر الفيديو هتسمع الفرق بنفسك. ويلا بينا نبدأ. انا بستخدم التطبيق ده دلوقتي. هو ده التطبيق اللي قدامكوا ده، هو ده. انا دلوقتي بتكلم من مايك الموبايل عشان انا اصلا مش معايا مايك. تمام، انا بتكلم من مايك الموبايل. هو ده التطبيق اللي احنا عايزينه. احنا هنخش على جوجل كروم، نحمل التطبيق. هبقى احط لكم الوصف بتاعه، بس انا هوريكم طريقة التحميل بتاعته. يعني كنت داخل عليه، هو ده. هتنزل تحت كده قدامك كل الاصدارات، هتحمل ده. بينفع لكل النسخ، هسيبلكوا الرابط بتاعه في الوصف. تحمل ده وده لو انت عندك الاندرويد او ايفون. ده للاندرويد وده للايفون. تمام، هتدوس عليه كده هيتحمل تلقائي على طول. وده بس انا محملهم يعني. تمام، هم عندي همت بيكونوا على سطح المكتب اهو الاتنين دول. هما الاتنين التطبيقين دول اللي احنا عايزينهم. اول حاجة هنبدأ نسطب ده. يس، هتدوس نيكست. هتحدد المكان اللي انت عايزه. هو معمول على السي وعلى السي، او حطه في اي مكان انت عايزه. تمام، انستول. اي ايرور يجيلك عادي. تمام، اي ايرور عادي يعني. بس مثلا زي بتاع لعبة بيس مثلا، اما يبقى كارت الشاشة بتاعك ضعيف دوس اجنور عادي يعني. اجنور اجنور اجنور. دي الحاجات بحالها دي ظهرت لي اصلا، ظهرت لي وانا بنعمل، بس انا بنتكلم على دلوقتي حاجات ملهاش لازمة يعني. اجنور. تمام، يفتح. دوس فينيش، خش على ده. يس، ده الدرايفر بتاعه. هو بيحدد لك النسخة بتاعتك. تمام، النسخة بتاعتي ديت ويندوز 7 64 بت، هو حددها عليه. شوف بقى انت الويندوز بتاعك قد ايه وحط عليه ويندوز 10 ويندوز 8 كده. انستول. يس، هتسيبه لغاية لما يخلص. هو كده خلص يا رجالة. تك كلوز كده فتح يا رجالة. تمام، تضغط هنا ولا استنى الخطوة دي. هروح لكم بقى على التليفون ونكمله. هوريكم الخطوات اللي هتتعمل على التليفون. ورجعت لكم تاني بس من على التليفون. هو ده التطبيق اللي احنا عايزينه، هو مايك على التليفون. بتنزله من على جوجل بلاي عادي. اكتب هو مايك هتلاقيه اول واحد ظاهر لك. تمام، هنخش على الاعدادات. هننزل تحت كده لحول الهاتف، هنفعل خيارات المطور. اغلبيتكم عارفينها، بس ايه للي مش عارف يعني. دوس على الاصدار، رقم الاصدار هتدوس عليه 7 مرات. هذه العملية غير مطلوبة لأنك مطور بالفعل. أنا مفعلها يعني. أول ما تدوس كده هيجي إيه قايل لك اكتب الرقم، الباسورد يعني. هتكتب الباسورد بتاع الشاشة. تمام،
كده خلصنا الخطوة دي. هنخش على الاعدادات الاضافية. خيارات المطور. على بعض الاجهزة مش بتبقى كده، هتروح على لمربع البحث واكتب خيارات المطور هتظهر لك. انزل تحت على تصحيح اخطاء اليو اس بي، انا مفعلها هنا تصحيح اخطاء اليو اس بي، هتفعلها واطلع يا باشا هات مايك. انا احسن حاجة يا رجالة اللي هي ايه، ترانسبورت يبقى يو اس بي، انا عاملها يو اس بي. انت عايز بقى توصلها بلوتوث او واي فاي حلو، بس انا بفضل اليو اس بي. هدوس على اليو اس بي وخلي الاوديو سورس دي تبقى مود 1، مايك مود 1. دي احسن حاجة. تمام. وفعل ديت عادي مش مهم، وفعلها برضو خلي ديت ديفولت. تمام. كده خلصنا الاعدادات بتاعته، احسن اعدادات. خلي الكواليتي بتاع الصوت حلو. تمام. هتفعلها، هتدوس هنا، انا دايس هنا خلي بالك، هتدوس هنا ونرجع لكم تاني على الكمبيوتر. ورجعت لكم تاني على الكمبيوتر ونشوف الخطوات اللي هتتعمل على الكمبيوتر عشان نشغلها خالص. تمام. هتدوس هنا، انا دلوقتي مفعلها، افصلها واشتغل تاني. تمام. نقولكوا بقى ايه سبب الصفارة. كده احنا شغلناه والحمد لله. تمام. ايه سبب الصفارة؟ انت اما بتعلي الصوت هنا، انا موطي خالص، انت ما بتعلي الصوت هنا اللي بيحصل الصوت بتاعت انت مقرب التليفون، الصوت بتاع التليفون بيتداخل مع الصوت السماعة بتاعت الكمبيوتر، فبتعمل الصفارة الوحشة دي. تمام. انت عندك بقى بص، اول هتدخل على الكمبيوتر كليك يمين مانجر مدير ديفايس مانجر ديت. الحتة ديت عندي صفرة، عليها علامة صفرة، انا عملت فيها كل حاجة وما اتحلتش برضه. تمام. عملت فيها كل حاجة وما اتحلتش كده. الكمبيوتر مش متعرف عليه كمايك، بس هو شغال. انا حلتها ازاي بقى؟ حلتها لما دخلت هنا ورحت مفعل بلاي ان سبيكر وخافض الصوت خالص، لكن اما يبقى البتاع ديت مش على علامة صفرة، وشغالة، الكمبيوتر اتعرف عليها كمايك. وكمان بتبقى جودة الصوت اعلى، بتبقى حلوة عن العادي يعني. تمام. فانا هنا فعلت البلاي ان سبيكر وقللت الصوت خالص. هي صحيح الجودة مبتبقاش عالية، بس هي عندي مشكلة في الجهاز نفسه. بس عندكم لو ما عندكوش العلامة الصفرا ديت كده تخش على اي حاجة مايك اساسي في الكمبيوتر. هنا عندي انا شغال مايك الديسكتوب عادي، لكنها صوت الكمبيوتر، السماعة بتاعت الكمبيوتر نفسها، مش مايك جديد. لكن اما تبقى معلهاش علامة صفرا بتبقى مايك عادي، انت موصلها كمايك، تبقى احسن بكتير وابسط بكتير. كده احنا شغلناها، وبكده احنا خلصنا الفيديو، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. جرب الطريقة ديت وقولي في التعليقات اشتغلت معاك ولا لأ،
ولو عندك اي مشكلة في الصوت او التطبيق سيب تعليق وانا هرد عليك شخصيا. ما تنساش لو استفدت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم التقنية والهواتف والكمبيوتر. كان معاكم مهاب من قناة تيتش سريع. أشوفكم في الفيديو الجاي. أشوفكم على خير. سلام. وفي نهاية الفيديو صلوا على النبي.